على الله سبحانه وتعالى. فإذا معاملة النبي عليه الصلاة والسلام هي الوقوف عند حدود الله سبحانه عز وجل. أعطي مثال آخر. الغامدية أو قبل الغامدية المخزومية التي سرقت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة من أشراف بني مخزوم سرقت، وقعت في الخطأ، سرقت، فجيء بها النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كان سرقت. قال: يقام عليها الحد. حدها ما هو؟ يدها أو قطع يدها عفوا. فالناس قالوا: هذه امرأة مازالت شابة، تتزوج بعد، تقطع يدها وتصبح بين قوسين شهرة في المجتمع. من يتزوج امرأة مقطوعة يدها؟ فتصبح هذه وصمة في جميع هذه المرأة، كلما حلت أو ارتحت إلا وإن هذه فلانة التي سرقت. نشوفوا كيش واحد يتوسط على النبي عليه الصلاة والسلام يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة. يأتي حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد بن حارثة الذي رباه النبي عليه الصلاة والسلام صغيرا، وكان متبناه إلى أن حرم الله تعالى التبني. ابنه هو أسامة الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في آخر حياته قائدا لجيش وعمره لا يتعدى 16 سنة. فقالوا: يا رسول الله هذه المرأة والله توسط ناس كثيرون حتى لا تقطع يدها، وأنت رؤوف وأنت رحيم. فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم يرقى في المنبر ويخطب على الناس: أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم أو أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم القوي تركوه. ألا وأيم الله، أي والله قسم يقسم النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يعني أعز الناس إليه كان سيقيم عليه الحد. وهذه تجسد الوقوف عند حدود الله من ناحية العدل بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، من ناحية أخرى. وموقف آخر بعد هذا، تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها: فكانت تلك المرأة المخزومية قد تزوجت، وكانت تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فترفع إليه حاجتها فيقضي لها حاجتها صلى الله عليه وسلم. سرقت وقيم عليه الحد. احنا في زماننا الإنسان إذا خرج من السجن تبقى دائما وصمة العار تتبعه إلى أن يموت. إنسان